ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكله هتدعوا لي بجد عليها يا جماعه. تعالوا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض الفيديو. يلا يا حبايب قلبي، جبت طاسه سخنه على النار، حطيت فيها شويه زيت، وبعد كده جبت بطاطسايه قشرتها وخرطتها مكعبات زي ما شايفين حضراتكم. هشوحها كده على النار لحد ما تدبل معايا، مش عايزاها تاخد لون خالص. بعد كده يا حبايب قلبي هجيب بصلتين كبار قوي واخدهم افرمهم في الكبه. قالوا ما عنديش كبه هنعمهم على ايديا، انا الصراحه فرمتهم. وهاخدهم كده يا دوبك هقلبهم معاها برضو لحد ما تديني لون اللي هو الدبلان ده، يا دوبك ان هي تدبل بس. وبعد كده هنزل بقرنين فلفل حامي، حابين فلفل الوان او فلفل رومي ده اختياري على ذوق حضراتكم. بس يا حبايب قلبي خليتهم دبلوا معايا شويه زي ما شايفين حضراتكم. نزلت بطماطمتين كبار مقطعاهم برضو كده بحبهم بكل حاجه يا جماعه، يعني مش مصفياهم ولا واخده القلب بتاعهم. جبت بهاراتي بقى يا حبايبي، كركم وكاري وملح وشطه وكزبره وكمون وفلفل اسود، تمام. وشويه مرقه دجاج فوريه. خدت هنا توابل انا بفرمها في الخلاط عندي في الكبه، سوري، مع بعض في المفرمه يعني بتاع الخلاط. ورق لوري على كمون على كزبره على فلفل اسود، حطيتهم على البيض زي ما شايفين حضراتكم، ونزلت بربطتين من الكزبره وربطه من الشبت، قصيتهم ناعم زي ما شايفين حضراتكم كده. وبعد كده نزلت بيهم على البيض، لازم اقلبهم تقليبه حلوه مع بعض. في الحاله دي يا جماعه انا خدت الخليط بتاعي نزلته خلاص من على النار وسبته يهدى على جنب اهو في الطاسه، لحد لازم ان هو يهدى خالص علشان البيض بتاعي ما يستويش معايا. زي ما شايفين حضراتكم هنزل بنص كوبايه من الدقيق منخول يا حبايبي متعدد الاستخدامات، ومعلقه كبيره صغيره كده من البيكنج باودر. زي ما شايفين حضراتكم هقلب الخليط ده كله مع بعض، ورشه ملح بسيطه خالص مع البيكنج باودر نسيت اقول لكم عليها. هاخد يا حبايب قلبي الخلطه دي مع بعضها وهقلبها تقليبه كويسه جدا. وبعد كده هروح جايبه عندي قالب بايركس او الومنيوم او اي قالب عندك تفضليه، بحط فيه دهنه زيت وباخد الخليط ده بنزل بيه كده زي ما شايفين. طبعا بقى انا عندي هنا الخليط بتاعي بارد خالص تماما، احنا في الحر، فسبته يبرد خالص لحد ما خلصت الخلطه. وبعد كده يا حبايب قلبي هنزل كل الخليط زي ما شايفين حضراتكم وهقلبهم تقليبه كده بالاسباتيول كده على السريع. وبعد كده هاخد في الصينيه واحاول ان انا اسويهم، بس لازم اقلبهم هنا كويس جدا علشان يبقى شكلهم كده زي ما شايفين حضراتكم. البابريكا طبعا يا جماعه هي اللي مخليه اللون احمر كده وجميل جدا. نزلت بقى كله اهو يا جماعه وهسويها يا دوبك على معلقه زيت بس، مش هحط اطلاقا دقيق في قعر الصينيه. انا ما بحبش الخطوه دي ابدا في البيض، بيبقى عامل زي المعجن، لكن كده بيبقى جميل جدا. جربوه وادعوا لي. هنا بقى اختبرتها خلاص اهو، مفيش عجين في قلبها، ما شاء الله عليها مستويه تماما. ما شغلتش الشوايه يا جماعه خالص، هي خدت تسويه نص ساعه في الفرن في الرف الاوسط على درجه 200. بعد كده يا حبايب قلبي خرطتها وبقدمها بألف هنا. طعمها يا جماعه وريحتها قلب البيت حرفيا، الاولاد بجد من حلاوتها والله والله بيقولوا لي كل يوم اعملها لنا يا ماما. طعمها جميل فعلا بجد، جربيها هتدعي لي. شايفين البخار يا جماعه لسه سخنه نار طالعه من الفرن، شايفين البطاطس المكعبات اهي باينه فيها، طعمها وريحتها جباره. ما تقوليليش كفته، ما تقوليليش برجر، بصي غلبت حرفيا كل الحاجات دي. اكنك عامله يعني شاورما مش بطاطس وطماطم وبصل، اكنك عامله كفته، اكنك عامله كباب في البيت، كباب اللي هو الصينيه. بصوا يا جماعه طعمها والله بجد يعني انا مش قادره اوصف لكم حلاوتها عامله ازاي. جربوها، انا من حلاوتها انا اكلت الخرطه مع حضراتكم اهو على الهوا، طعمها فظيع. جربوها، قولي في الكومنتات هم متابعيني لحد دلوقتي، قولوا لي متابعيني من بلد ايه وبتحبوا ايه اعمله لكم المره الجايه في الفيديو الجاي. ويا رب الفيديو ينال اعجاب حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتيره من مطبخ ياسمين الاكلات العصريه. لايك وشير ومتابعه حلوه في القناه، بحبكم في الله. بس ملحوظه بس صغيره يا جماعه عايزه اقولها لكم قبل ما نقفل الفيديو. لازم تقدميه وهو سخن علشان يبقى طعمه لذيذ وجميل جدا. ويا ريت يعني ما تكتريش فيه الخضره علشان ما يبقاش شكله يعني اخضر كده وما يبقاش طعم، وما تكتريش برضو الزيت فيه
علشان يبقى طعمه جميل جدا وفي نفس الوقت جوسي. يا رب الفيديو ينول اعجاب حضراتكم. معلش رغيت معاكم كتير، بحبكم في الله، مع السلامه.